السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب في كل مكان؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما في كل مكان. طبعا في وسط ماراثون كبير جدا بيجري فيه ناس كتير، ويعني حدث ولا حرج. حدث ولا حرج في ناس، يعني لو جيت اتكلم عن السجاير والناس اللي بتدخن والناس اللي بتشرب حاجات تانية وحاجات زي كده، يعني فالموضوع بقى منتشر بنسبة كبيرة جدا. بقى من الصعب جدا انك تقابل حد تسأله مثلا انك بتشرب سجاير، بتشرب حاجة تانية. بقى الموضوع طبيعي بالنسبة للسجاير بالذات يعني، ولكن مع اي حاجة تانية تلاقي الموضوع يعني ايه ممكن يختلف شوية يعني. ما ايه يعني دلوقتي بقى موضوع السجاير حاجة عادية، اصلا الشخص يشرب سجاير دلوقتي بقت يعني في الزمن اللي احنا فيه دوت بقت حاجة طبيعي. لكن انت بتسأل على الحاجات التانية، يعني انت بتسأل على حاجات، بتشرب حاجة تانية، بتشرب كذا بتشرب كذا بتشرب كذا، طبعا كلنا عارف الحاجات دي، كله عارف تمام. تمام. ولكن التحدي النهارده بقى ان التحدي ده طبعا هو مش هيبقى للبنات، او لا طبعا مش هيبقى للبنات طبعا، او البنات لا لا. طيب ماشي، التحدي ده هيكون للصبيان، موجه بنسبه كبيره جدا. طبعا لان هو مش البنات، لو في حد يعني فهو التحدي ده موجه. طب ليه انا التحدي ده موجه للي بيعمل الحاجه دي؟ التحدي ده موجه للي بيعمل الحاجه دي عشان في حاجه في دماغي كده عمال ايه تزن عليا. طيب التحدي ده موجه للي بيعمل الحاجه دي، ليه؟ السجاير والدخان. طيب احنا التحدي ده هيبدا من النهارده وهينتهي طبعا لحد اخر يوم في عمرك. طب ده عاملينه مش زي تحدي، ده زي ماراثون. يعني ايه؟ يعني ده سباق وكلنا هنجري فيه. كلنا هنجري فيه. في اللي هيفشل من اول الطريق او مش هيقدر يكمل من اول الطريق، هيتعب يعني. في اللي من نص الطريق هيقع مننا، في اللي من بعد النص بشويه، في اللي في اواخر الطريق ممكن يقع مننا. تمام. ولكن انا خليني اقول لك ان الموضوع احنا هنمشيه واحده واحده. تمام. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي لو بتشرب مثلا، هنقول وليكن طبعا عارفين ان مش في ناس بتشرب اقل وفي ناس بتشرب اكتر. هنقول مثلا لو بتشرب علبة في اليوم، تمام، علبة في اليوم كويس. فهنقللها للنص، تمام. طيب ولو بتشرب نص فطبعا هتقللها للنص، تمام. يبقى احنا هنقلل نص الكمية لنص الكمية اللي احنا بنشربها. طبعا دي بداية الماراثون، دي بداية السباق، لحد ما نوصل لمرحلة ان هو طبعا هنفضل نقلل لحد ما نوصل لمرحلة اللي هو ايه. طيب في واحد دلوقتي بقى ممكن يقول لي طب انا بقول لك ايه، انا عايز انهي. اقول له والله العظيم تبقى عملت الصح، تبقى عملت احسن حاجه ممكن تعملها تقريبا في الدنيا. طيب تنهي بقى ازاي؟ انهي تماما. احنا قلنا الاقتراح اللي في الاول ده كفكره للناس اللي هي لا مش قادر، اللي هو تقول له انهي ده يقول لك لا انا مش هعرف. فتقول له انهي اللي يقول لك لا لا. فبنقول له خلاص هنجري في الايه، في الماراثون او في التراك دوت. تمام. طيب اللي دلوقتي بيتفرج عليا وعايز ينهي تماما، ده من احسن الاختيارات ومن احسن القرارات اللي ممكن تاخدها في حياتك. انهي تماما. طيب انا عايز اقول لك بس مراحل بس هتعدي بيها، تمام، علشان ما ايه محدش ايه. اول يوم هتحس ان ايه الدنيا معاك مش مظبوطه. اول ما اليوم ما تبطلها خالص هتحس ان الدنيا ايه مش مظبوطه كويس. تاني يوم هتلاقي دماغك بتتفرتك، عارف انت، بص زنانه دي دماغك، ايديك اصلا او جسمك كله هتحس ان هو ايه بياكلك كده، عارف انت اللي هو ايه يا عم في ايه، انا عايز مش عارف ايه، لو عايز بيطلبها باي طريقه، منك. فهتلاقي جسمك عمال من ده. تاني يوم، تالت يوم نفس الحكايه، ما بيختلفش كتير عن تاني يوم، برضه تلاقي جسمك دي ودماغك كأن ماسكين شواكيش كده، دي بتخبط في دماغك. ولكن كل ده بيدل على ايه؟ بيدل ان جوه جسمك جعان. تمام. اللي جوه جسمك ده اللي بيطلبها ده ايه؟ جعان. فانت لازم تعمل ايه؟ لازم تموته، لازم تخليه يموت من الجوع علشان يموت خالص وترتاح منه وتبقى انت ريحت نفسك طول العمر. تمام. فلازم تخليه يموت من الجوع. سيبه جعان، ما اعمل اي حاجه، بص، اعمل اي حاجه، اشرب ميه، اجري، اعمل اي حاجه غير انك تفكر فيها تاني. تمام. طيب هيعدي بس تالت يوم، رابع يوم هتلاقي الموضوع بيهدى، خامس يوم تلاقي لا بتهدى شويه. في فترات على مراحل اليوم هتلاقي نفسك دماغك بتزن على فترات، بتعدي الفتره دي مثلا اللي هي نص ساعه او الساعه دي، لا بتهدى، تمام، الدنيا حلوه جميله اهو، والله مفيش حاجه.
خامس يوم، سادس يوم، سابع يوم تبدا الفترات تقل، فترات تقل. هتيجي في فترات تحس بقى يعني ممكن بعد اسبوع لا نفسك قوي، وفتره تبقى نص ساعه او ساعه، امسك نفسك بعدها الدنيا تمام جميله مفيش اي حاجه، لحد اما تلاقي نفسك والله العظيم خلاص ولا بتفكر فيها اصلا ولا بتعني ليك اي شيء تماما. تمام. كمان انا لسه سامع معلومه مؤخرا عايز ان انا اشاركها معاكم. في ناس بتكون فاكره وانا كنت فاكر كده والله اعلم برضو يعني، ان النيكوتين اللي بتاخده من السيجاره ده بيكون بيتصنع في الدماغ، ودي معلومه مش حقيقيه. النيكوتين اللي انت بتاخده من بره دوت هو الجسم ملوش اي دعوه بيه، ده حاجه اصلا بتدخل على الجسم ملوش اي دعوه بتصنيعها ولا بيصنعها ولا اي علاقه بيه ابدا. اما الجسم اللي بيصنعه هو الدوبامين، الدوبامين وده هرمون السعاده. طب اللي انت بتشربه ده بيعمل ايه، او السجاير دي بتعمل ايه علشان تبقى فاهم الموضوع؟ دي بتخش على مركز السعاده في دماغك وتقول له افرز دوبامين علشان في حاجه مبسوطه هنعملها او هنتساعد دلوقتي. طبعا الدماغ بيضحك عليها في اول مره، ولكن خد بالك ادمغتنا ذكيه جدا 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 جدا. ضحك عليها في اول مره وفرز الدوبامين، ولكن لقيت ان بالفعل مفيش حاجه تتطلب ان هو يفرز دوبامين. فبالتالي الدماغ بترجع تاني فبتدخل عليها سجاره تانيه او بتشرب واحده تانيه فبتروح نفس الحكايه، فالدماغ بترفض، لا مش هفرز من غير ما يبقى في سعاده حقيقيه. تيجي تدخل واحده كمان تزود الجرعه تيجي الدماغ تفرز، وهكذا. كل ما تزود الجرعه كل ما الدماغ تفرز، لحد ما بتوصل لمرحله انك محتاج بس انك تشربها علشان تبقى شخص طبيعي وعايش بين البني ادمين، بس مش اكتر. وكمان ديت مرحله، وهتبقى كمان مش عارف انك تبقى شخص طبيعي لما توصل لمرحله معينه، يعني لليفل معين لما تشربها بقى بكثره بقى. تمام. وليه طبعا احنا يعني ربنا يغنينا عن كل ده بالحلال طبعا. ف عايز اقول لك كمان معلومه مهمه جدا، ان الدوبامين اصلا في جسمك بيتفرز ازاي؟ لما بتعمل انجاز معين او بتعمل حاجه معينه لنفسك، فجسمك اوريدي طبيعي جدا بيفرز دوبامين. بيفرز دوبامين اللي هو هرمون السعاده، هرمون الانبساط. انا سعيد اول ما بتعمل حاجه، يعني مثلا بتعمل اي انجاز، بتذاكر، بتخلص حاجه معينه كانت وراك، بتروح الشغل وبتيجي، اي انجاز في حياتك فجسمك بيفرز دوبامين. فانت لما بتديله برضه الدوبامين بالطريقه ديت فانت بتخليه يفرز دوبامين من غير ما يكون في اي حاجه، فبتعطلك انت اصلا نفسيا. لكن لو ما فيش السجاره ديت انت هتلاقي نفسك بتشتغل وعايز تنتج وعايز تعمل، لانك عايز دوبامين في الاول وفي الاخر، انت عايز هرمون سعاده، عايز تبقى مبسوط. فهتلاقي نفسك بتشتغل اكتر وبتنتج اكتر وبتسعى اكتر. فليه تحرم نفسك من ده؟ ليه تحرم نفسك من الانجازات اللي ممكن حضرتك تقدمها لنا؟ تمام. بس ودي كانت نهايه الفيديو، ده كان التحدي بتاعنا، وقلنا التحدي ماشي في اتجاهين. لو انت قلنا لك بطل دلوقتي ورافض تماما لا انا ما يبقى هنبدا بالنص الكميه. ولو انت بقى قلت لا خلاص تمام انا هنبطل خالص، تبقى انت كده 100 100 100 100. وانا قلت لك المراحل اللي هتعدي عليها، ولو عايز تسمع مراحل تانية طبعا ترجع تسمع الفيديو تاني. تمام. والله باذن الله يعني هي مساله وقت، بس مساله وقت. ربنا يكرمنا كلنا واشوفكم ان شاء الله بخير وبصحه دايما وبعافيه. دمتم في رعايه الله يا احسن الناس في الدنيا. كان معكم حمدي، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. سلام.